السلام عليكم زول الفلاوين، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بصحه جيده وبخير يا رب. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم الروتين اليومي مع الفلاحه. واش غرسنا واش زرعنا من الصباح حتى العشيه واش درنا كامل. حنا يعني ما نغرسوش بزاف، نغرسو غير كميه صغيره، شغل كل بلاصه نغرسو فيها حاجه. كما هذه البلاصه زعما دينا شويه تاع حمص شمخناه وغرسناه، وهنا ثاني شرينا شويه تاع بطاطا. هذا هو الوقت ديالها، يعني كي تصب الشتا تنوض بالخف، ويكون ثاني التراب يكون خفيف، يعني تقدري تخدميه بكل سهوله. يعني نحبو نغرسو من كل حاجه شويه هكذا. البطاطا تاع الجردة ديالنا شغل تجي بنينه خير من البطاطا اللي موالفين نشوها من المارشي. احنا ما نديروش المواد الكيميائيه، نغرسوها برك يعني تجي صحيه وبنينه اكثر. هنا ثاني كنا غرسنا شويه تاع البطاطا، يعني عندها واحد هكذاك شهر. هنا ثاني نحينا كامل هذاك الحشيش اللي ناض قدام البطاطا هكذا، وحمرناها ولا قلبنا التراب عليها هكذا باش دير يعني بطاطا هكذا حبات كبار ان شاء الله. سورتو هكذا هاد الايامات يعني راهي تصب شتا ما شاء الله. يعني هذا هو الوقت ديالها، يعني هذا هو الوقت باش تغرسي الفول، الجلبانة، الثوم، البصل. يعني في هذا الوقت بين هكذا نوفمبر ديسمبر جانفي، يعني هذا هو الوقت ديالها. ان شاء الله يكون موسم فلاحي ناجح هذا العام ان شاء الله. اذا هنا كما راكم تشوفوا يعني رانا كملنا هذيك البطاطا، يعني ما غرسناش كميه كبيره، غير كميه صغيره. وهنا ثاني كان عندي الزريعه تاع شلاضه. هذه الزريعه يعني قعدت من العام اللي فات. هنا ثاني راح نزرعها كما راكم تشوفوا. هذه هي الزريعه ديالها هكذا. راح نحي كامل هذه الزريعه. كما الزريعة تاع الشلاضة راح تحتاجي كمية صغيرة برك تزرعيها، راح تمدلك يعني كمية ما شاء الله. راني زرعتها درك راح توجد هكذاك مع شهر رمضان ان شاء الله. كاين بزاف انواع تاع الزريعة تاع الشلاضة كما تعرفوا، يعني كاين شلاضة طويلة، كاين هذيك العريضة، كاين ديكرادي. كي تروحي يعني تشري زريعة تاع شلاضة قولي لي مول الحانوت يعني يمدلك النوع اللي تحبيه. اذا هنا راح نزرعها هكذا، راح نغطيها غير شويه بالتراب. هذا ما تحتاجش بزاف خدمه، بصح تحتاج السقي، لازم الماء. سورتو كي يكون يعني ما كاش شتا لازم تسقيها. وهنا ثاني غطيت هذيك الشلاضه غير بالراطو، يعني حاجه خفيفه برك هكذا. يعني طريقه جد سهله باش تزرعي الشلاضه. وهنا ثاني كملنا غرسنا شوية تاع الفول كما راكم تشوفوا. هنا شرينا الفول شمخناه ليلة من قبل باش ينبت يعني بسرعة. الفول راهو يدير 50,000 الكيلو. كاين هذا الكبير 50,000، وكاين الصغير يدير واقع 47 ولا 46,000، ماشي كيف كيف. يعني ما كاش كيما الفول اللي تنحيه من البلاد، يعني من الارض ديالك يجي بنين ثاني خير من تاع السوق. قولوا لي نتوما ثاني اذا حاجه اللي تغرسوها بيديكم تجيكم بنينه خير لي موالفين تشروها من السوق.
حنا يعني كامل هنا اللي غاسو يقولوا حاجة تاع الارض تجي بنينة خير. ثاني زراعة الفول يعني حاجة سهلة ما فيهاش تعب بزاف، غير هذاك النهار اللي تغرسيه خلاص حتى يمد يعني ان شاء الله تجي تنحي. يعني الفول ينجح بكثرة يعني يمد الكمية يعني ما شاء الله. وهنا ثاني جيت زرعت شوية حشيش قصبر رمضان ان شاء الله اذا حيانا ربي. هنا شريت يعني غير كمية صغيرة قيس 5000 يعني تزرعيها تمدلك ثاني كمية كبيرة. هنا باش هذاك الزريعة ما تجيش في مكان واحد راح نخلطها مع تراب. هذا هو الوقت ديالو باش يوجد ثاني في شهر رمضان. يعني اللي يحب يزرع حشيش معدنوس حتى قصبر ولا معدنوس ولا كرافس هذا هو الوقت. تاني حاجة سهلة غير تقلبي هذيك التراب يعني غير تزرعي هذيك الزريعة وتغطيها بشوية تاع التراب مع السقي طبعا. هكذا في شهر رمضان ان شاء الله ما تحتاجيش تروحي تشري حشيش قصبر ولا معدنوس، غير تروحي للجردن ديالك تنحي. وهنا ثاني كنت غرست اشلاضة ولا زرعت شلاضة من قبل، ها هي يعني كيما راكم تشوفوا كبرت شوية. هنا راح نحيها ونرجعها لمكان واحد اخر. وهنا ثاني كملت غرست هذيك الشلاضة اللي نحيتها يعني بطريقة جد سهلة. هذه الشلاضة ثاني تحتاج للسقي. اذا نتمنى من كل واحد ادخل القناة ديالي وشاف هذا الفيديو يدعمني باللايك ويدعمني بالتعليق محفز والاشتراك طبعا اللي مازال ما اشتركش في القناة ديالي. ان شاء الله تعجبكم الفيديوهات اللي راني نحطها في القناة ديالي. وهنا ثاني كملنا غرسنا شوية تاع الجلبانة كما راكم تشوفوا. هذا هو ثاني الوقت ديالها. اذا في هذا الفيديو راني شاركت معكم يعني واش درنا الروتين اليومي كامل مع الفلاحة من صباح حتى العشية. كان يوم يعني ممتع سورتو اليوم يعني ما شاء الله كانت شميسة الله الله. إذا نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وإلى الملتقى في فيديوهات أخرين إن شاء الله والسلام عليكم.